بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حبيباتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم حلوى الثومة اللي بزاف المشاهدات طلبوها مني وطلبوا الطريقة تاع الخدمة تاع الثومة. جبتها لكم اليوم بطريقة سهلة جدا. نبداو في الطريقة. عندنا الطريقة الأولى اللي نبداو بها هي لا كريم او بور. كيما راكم تشوفوا هنا راني دايرة زوج حبات بيض مع السكر، وعندنا المارغرين 250 غرام، وعندنا ان سيرو نديروه باش نعقموا به هذا البيض. هنا كما راكم تشوفوا راني نخلط. درت زوج حبات بيض والسكر. داك من بعد نحط لكم في صندوق الوصف كاع المقادير بالضبط. هنا بعد ما ضربت البيض والسكر، درت عليه المارغرين وزدت. كي رب كي خلطت مليح هذا الكونتوني، درت عليه السيرو اللي يكون كما راكم تشوفوا هكا راه يغلي، عنده درجة معينة. من بعد نعطيكم كل المقادير باش تعرفوا وين تحطوا السيرو تاعكم على هذا البيض باه يتعقم. هنا نقعدوا نخلطوه ومن بعد نعقموه بهذاك السيرو. نروحوا المرحلة الثانية اللي هي البسكويت تاع الحشو نتاع الثومة. هنا كنت خدمت حبة مسكوتشة صغيرة بحجم صغير كيما راكم تشوفوا، فاني بزوج حبات بيض فقط. انا ما نبغيش نشري هذاك البسكوي ولا المادلين اللي يتباع برا. جو بريفير نصنع حبة مسكوتشة ولا ان بسكوي في الدار خير احسن. تعرفي باش مصنوع وتعرفي المقادير تاعو. هنايا صنعتها، خليتها بردت واحد الساعة ومن بعد رحيتها بهذا الطريقة في الأشواغ. عادي جدا تترحالك وتولي لك بودغ عادي جدا وتجي بزاف بنينة. هنا بعد ما رحيت البسكوي وجدت لا كريم او بور. زدت معاهم شوية نتاع مكسرات. المكسرات هذو كاين فيهم لوز، كاوكاو، قرقاع، شوي شوي. هذه لا كريم او بور تاعي اللي صنعتها، زائد المرجان. انا نبغي الحشو تاع الثومه ما نخلطهش فقط لا كريم او بور، يجي شويه صامت. بصح هذا المرجان الشوكولا تاع الطلاء تعطيه بنه بزاف شابه. هذا جليكوز، والجليكوز تاع هذا يحافظ لي على الحشو نتاع الثومه، ويحافظ لي فاني نديره في لاباط تاع الثومه. يحافظ على الثومه مليح مليح، ما يخليهاش تخسر. حتى لك باغيه تخبيها في الكونجيلاتور ما يخليهاش تخسر. ولا فاني خليتيها على برا بوندون اون سيمين حتى ل10 ايام، فاني الثومه ما تخسرش، تقعد هي. هنا كما راكي تشوفي اختي المشاهده، درت زوج مغارف تاع لا كريم او بور، وزدت لها مغرف كبيره بيان غومبلي تاع الشوكولا تاع الطلاء البيضه وتاع البندق، والمغرف ملعقه واحده تاع جليكوز. وراني نعجن فيهم، نخلط فيهم، نلم فيهم كيما تحبي. لازم تعجنيهم مليح وتلميهم مليح باش ينسجموا كاع المكونات مع بعضهم البعض. لازم يتعجنوا مليح مليح. ومن بعد نشوف إذا كان الحشو خاصه شوية تاع شوكولا نزيد له، وإلا ما كانش خاصه وتلمد لي كيما هكا يتلمد عادي، وندو حبة في يدينا، نكورو حبة في يدينا ونشوفو إذا هذيك الحبة تكونت بسهولة وجات طرية. هذاك هو ال هذاك هو ال هذاك هو الآخر تاعها. هذاك هو كيما راكم تشوفوا كيما هكا. أيوه، ما تجيك يابسة، ما تجيك هذيك الطراوة تاعها. هنا نكوّر هذاك الحشو كويرات صغار. من بعد نعطيكم الوزن تاع كل وحدة هي والثومة. أنا درت 2 بودان صغار ودرت شحال من كويرة صغيرة حطيتهم في الكونجيلاتور. الآن نروحوا للمرحلة الثانية تاع الثومة، وهي لاباط تاع الثومة اللي تتكون من مكونين أساسيين: سكر غلاس
واللوز بودغ. اللوز ما تشريهش هكاك، لازم تشريه بودغ من عند اللي يبيعوا صوالح الحلوى عادي. هنا خلّط السكر، سكر غلاس مع لا بودر تاع اللوز، ومن بعد كي نخلّطهم هنا ما يبانلكش باللي راهم مخلطين مليح، مليح. لازم تعاوديهم ترحيهم في الأشواغ لازم، يعني كون تخلّيهم كيما هاكا ما غاديش الثومة تخرج لك شابة. لازم نعاودو نحطوهم في الأشواغ باه ينسجموا مليح، مليح، وتخرج لنا une poudre وحدة. يعني ما يبانش السكر غلاسي، خاطش السكر لو كانت هنا هاكا تلميه يخرج محجرس، تخرج لك الثومة محجرسة هاكا في فمك يبان السكر، حتى ولا كان السكر غلاسي بصح يقعد محجر. هنا من بعد اللي رحينا اللوز مع السكر، ندير زوج مغارف ملاح معمرين تاع المارغرين. انا نخدم بصول في ذي الصوالح، نخدم بصول دائما تجيني شابه، عندها مذاق شباب وكاع. وهنا ندير ملعقه كبيره معمره نتاع لا بودغ تاع بليتو مغرف معمره تاع الجليكوز. هنا لازم ندير الجليكوز، خاطشكم ما ديريش الجليكوز في الحشو في خلاص يخسر لك تخسر لك الثومه، تخسر لك يا من الحشو يا من لاباط تاعها. هنايا نعجن مليح، فاني ندخل مليح ديك الزبده في ديك لابودغ نتاع اللوز مع كي نحسهم نساجموا مليح، مليح ودخلت كاع هذيك الزبده، نروح نضيف المزهر. انا نلم بالمزهر، كاين اللي يلمو بالسيغو، وكاين دوك تزيدي تلمي بالسيغو هي مسكره تجيك حلوه بزاف. بصح هنا كديري نص نص، مثلا 500 غرام لوز 500 غرام سكر وتلمي بالمزهر تجيك عادي. هنا من بعد اللي لميناها يعني تحكميها طريه عادي، ديريها في البابي سولفيريزي وتخليها تريح. هنا كنت خرجت من بعد اللي جمدوا هذولي بودان في الكونجيلاتور، جبدتهم بالواحد. نصيحه اختي المشاهده، الا بغيتي تصنعي تجبدي بالحبه، خاطش علاه بالخف يديكونجلا الحشو وما تقدريش تتحكمي فيه. لازم يكون الحشو كونجلي هكا باش تقدري تتحكمي فيه وتصنعي دي بودان كيما هكا. وهذا ال وهذا ال هذا الدواء، هذا الكويرات تاع الثومه ثاني لازم توزني عفوا لازم يكون الحشو كونجلي. لو كان ما يكونش الحشو كونجلي غادي يغبنك، يخرج لك وما تقبضيش الثومه. لازم كلشي يكون كونجلي. لا لي بودان باش تصنعي الكفته، انا صنعت شويه كفته وشويه تاع ثومه، خرجوا لي ما شاء الله روعه روعه روعه. المهم كي تبغي تصنعي لازم تخرجي بالخمس حبات، وبخمس حبات يديكونجلاو بالخف، لازم تخفي يدك. كاين اللي يدير في الحشو اللي يزيد شوكولاتة الطلاء، ولا يكون ديجا داير شوكولاتة الطلاء في الكونجيلاتور، يحكم الحشو تاعها يدير فيه الشوكولاتة تاع الطلاء كونجلي. كي تحلي الحبة تاع الثومة تبان هكا الشوكولا كي ديكونجلا تبان تجي بزاف شابة. هنا من بعد اللي درت هادو خدمتهم بالمشطة، والاخرين خدمتهم عادي الثومه التقليديه. هذه الثومه موديرن. وهنا نشوفوا الشكل النهائي تاع الثومه وتاع الكفته. هنا تزينيها عادي، اسهل حاجه الثومه ما شاء الله، وتخرج بريزونطابل وتحمر لك الوجه بزاف شابه. كي تتحط على الطابله شوف ما شاء الله، كي تتحط على الطابله تاع القهوه تجي روعه. شوفوا ما شاء الله. ان شاء الله اختي المشاهده تكوني استفدتي. مع السلامه والى اللقاء.